السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. رمضان كريم على الجميع، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. طاجين باللحم كيجي بهذه الطريقة، المهم على الطريقة المغربية. المهم الحيمات خصهم يكونوا صغار باش دغيا يطيبوا، ما ياخذوش بزاف ديال الوقت. درت معاهم واحد 3 الفصوص ديال الثوم محكوكين، واحد البصلة مقطعة، شوية القزبر والمعدنوس، ندير واحد شوية الملح، وغادي نزيد واحد شوية ديال الابزار حتى هو، معلقة صغيرة ديال السكينجبير، معلقة صغيرة ديال الخرقوم البلدي، وغادي ندير هنا زيت الزيتون مخلوطة مع زيت النباتية وصافي. هادشي اللي غادي ندير، ما غندير لا مطيشه لا والو. غادي نخلط مزيان هاد المكونات هادو. بالنسبه للحم، ديروا اللحم اللي دغيا يطيب، كل لحم يعني صغير من الاحسن باش ما يبقاش معكم طياب بزاف. وتقدروا ديروه ساعه ونص قبل الفطور، ولا مهم ساعه ونص قبل الفطور راه كافيه، راه دغيا يوجد الياس، خصوصا اذا كان اللحم صغير. غادي نخلي على نار مهيله حتى داك البصله كتخرج داك الماء ديالها وكيطيب على المهل. كما كتشوفوا صافي دابا راه طاب تقريبا، غينشفي شويه من داك الماء ديالو او لاصوص ديالو. ودرت عليه هنا البطاطا فريت اللي قليتها في اخر لحظه وصافي. ممكن ديروا معاه اي نوع من الخضره ولا بوحديتو ولا البرقوق اللي كان راه مزيان. كما كتشوفوا كيجي معلق الطاجين، واللحيمات كيجيو طايبين مزيان مزيان لان اللحم صغير وفتي، وكيجي يا سلام. تقدروا توجدوه في هذا رمضان هذا وبصحة والراحة. ونتمنى يعجبكم هذا الفيديو، متنساوناش باللايكات ديالكم والاشتراكات ديالكم، وفعلوا زر الجرس باش توصلوا بكل ما هو جديد. وما تنساوش خوتي ليزاس بارطاجيو الفيديو مع الاحباب والاصدقاء. وكان هذا هو الفيديو ديالنا، طاجين باللحم والفريت وكيجي يا سلام. نتمنى انه يعجبكم، ومع السلامة.